السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ شايفين بقى الصينية القمر دي؟ تعالى اقول لكم هي ايه. يا ترى هي ايه؟ تعالوا معايا وانتوا تعرفوا. اول حاجة جيبي شوية بانيه يكونوا عندك وقطعيهم زي الشاورما، ربع كيلو نص كيلو على حسب امكانياتك. حطيهم على معلقة زبدة ومعلقة زيت وشوحيهم التشويح العادي بتاعنا. واول لما يخشوا على سوا زي ما انت هتشوفيهم دلوقتي، انزلي عليهم بشوية بهارات. اي انواع بهارات عندك، اي نوع بهارات، العشر بهارات، السبع بهارات اللي يعجبوكي واللي موجود عندك. اديها تقليبه لحد ما اللون بتاع الفراخ النية ده يمشي وتشوفي الفراخ داخله على سوا زي ما هتشوفي كده. بعد كده هوت بصلايه حلوه بقى كده هوت. اول لما خلاص دخلنا على سوا، بصلايه حلوه كده حمرا او صفرة لو عندك، وقطعيها صغير وانزلي على الفراخ. الاكله دي لو ربع كيلو بانيه ينفع، لو نص كيلو بانيه ينفع، إيه اللي عندك اعملي بيه. ادي البصل تشويحة مع الفراخ، وبعد كده هوت انزلي عليهم بشوية توم. برضو ادي دوت مع دوت شوية تشويحة كده على النار، وفي الوقت دوت تكوني بتضربي الطماطم في الخلاط. هتقلبيها شوية لحد ما المية بتاعت الفراخ تنزل شوية، يعني ايه، تتبخر شوية. وكمان التوم تبدأ ريحته تطلع والبصل ريحته تطلع. الأكلة سهلة جدا وهتتفاجئي بطعمها في الآخر. ضربتي الطماطم وانزلي بيها على الفراخ والبصل والثوم. هتديها تقليبة، وبعد كده تبليها بالتوابل اللي انتي تحبيها. الاكله دي هيليق معاها كل التوابل، حبه كمون، حبه فلفل اسود، شويه ملح. وطبعا مادام حطيتي طماطم حطي شويه سكر صغيرين، وسيبيها على النار لغايه لما تاخد 3/4 تسبيكه. يعني ما تخليهاش تتسبك خالص، لا، دي تدي غلوتين 3 4 ويبدا ايه الزيت بتاعها يطلع على الوش. هي هنا كانت على النار وكانت لسه طبعا ما غليتش. شايفين اهي، هنا كانت خلاص بدأت تغلي. حطيتي بقى الملح بتاعك والتوابل زي ما انا قلتلك. تبليها على ذوقك انت، بس ما تنسيش نص معلقه السكر، هتفرق جدا في الحموضه وهتفرق جدا في الطعم. هنا بقى، عمركم شفتوا مسقعه بالفراخ؟ انا عملت مسقعه بالفراخ وطلعت اختراع، احلى كمان من المسقعه باللحم. حطي شويه صلصه من تحت، وبعدين رصي البتنجان وحطي عليه مغرفتين برضو صلصه تاني، وخدي الصلصه من على الوش عشان تخلي الفراخ هتبقى من تحت، هتخلي الفراخ على الوش خالص. خدي الصلصه من على الوش ورصي بقيه البتنجان بتاعك على حسب الكميه وعلى حسب الافراد اللي عندك في البيت. عايز تعملي كيلو ونص براحتك. طبعا انا ما قالتلكوش البتنجان، كده كده محدش فينا، كلنا بنعرف نقلي بتنجان عشان ما ياخدش من وقت الفيديو. حمري البتنجان بتاعك، وطبعا تكوني غسلاه الاول وحطاله شويه ملح كده ومنزل ميته. وبعد كده هو تحمريه هو والفلفل والبطاطس كمان، وبعدين هنرصهم زي ما انتوا شايفين كده اهو. كل ما تحطي طبقه تحطي عليها مجرفتين 3 من الصلصه اللي انتي عملتيها. هنا البطاطس انا كنت عاملاها كارو كده اهوت ومديها تحميره قبل ما احمر البتنجان. هنزل بيها على وش البتنجان. اكله تحفه يا جماعه، جربوها. رمت كميه كبيره والطعم خيال. خلاص كده فردنا البتنجان وفوق منه البطاطس. قرنين فلفل سبايسي، لو مش بتحبي الحراق حطي فلفل رومي، يكونوا برضو متشوحين في الزيت. وبعد كده هو ترصيهم فوق الوش. لو حتى كمان عايزه تحطي فلفل الوان برضو حطي فلفل الوان. وبعد كده هو في الاخر خالص انزلي بقى ببقيه الصوص كله، بقيه الصلصه اللي انت عاملاها بالفراخ كلها على الوش. وطبعا كنت محيقه الصلصه وظبطاها.
هتنزلي كل الفراخ على وش المسقعة اللي انت هتعمليها، وبعد كده هو هتدخليها الفرن. بجد اختراع، هتدمنيها ومش هتبطلي تعمليها لولادك. وممكن بربع كيلو فراخ تعمليها وبنص كيلو فراخ، ولو عندك قطعتين 3 فراخ مرميين في الفريزر هتطلعيهم مع نص كيلو بتنجان وكام بطاطايه، وهتبقى وجبه تحفه. هترصي بقى زي ما انت شايفه كده كل الكميه فوق الوش، وبعد كده تكوني مولعه الفرن بتاعك الشوايه، وتحت فوق وتحت تولعيهم مع بعض. شفتوا بقى السكر بقى عامل ازاي؟ جربوها وان شاء الله هتعجبكم. يلا بقى اعملوها وجربوها وقولوا لي ايه رايكم فيها. مع الف سلامه يا حبايبي.